صباح الخير، صباح البركة، صباح العافية، صباح التفاؤل والخير والسلامة، صباح الحمد والشكر على كل نعمة موجودة ببيوتنا. ألف الحمد لله والشكر. طبعا دوامات شي أكيد. اليوم بديت فلوقنا من الصبح. هسه فحسن راح وعلاوي دوامه تقريبا بال10:30 وملوكة بالوحدة، وزوجي هسه همين راح للدوام. فاليوم قلت أريد أغسل. هالأيام ايش قد حلو الجو الصبح، يا ربي ما ينشبع بنا والله، خاصة إذا الماء يصب وتغسلين هيك راحة نفسية. فقلت بدي أسوي حملة همين على الطارمة. هاي طبعا طارمة على جهة القاع، يعني على جهة البستان. كنا نخلي بيها هنا التمر. التمر على ما لميناه ونظفناه وكبسناه وشلناه خذ وقت. فقلت اريد اغسلها لين ملينا ذبان الصراحة. التمر يطرب على الذبان فكلش يعني صارت هوسة. وقلت خليني انظفها مدام الماي قوي ومحد وهدوء والجو حلو ويساعد. خذاني الواهس وايش قد حلو والله الجو الصبح. لا تفوتون يعني، لا ترجعون تنامون. هنا طبعا كان تمر بالقاع لميته خليته فوق الطحين، وهنا همين تمر لازق. قلت لكم هنا اصلا يوم صورت لكم الطارمة من قبل فيلم هندي كلش بالضيم، ما ينقعد بيها ابد والله، لان بيها شغل بعد. وتخيلوا انتوا الشغل ما يخلص بيوم وليلة، لا يريد له وقت. المهم فغسلت وغسلت المشاي من هنا همين اللي يروح على طريق البستان، وهذا همين الدردور ونظفته وسعت نفسيتي ارتاحت من صدق. وشيكين تنطي الزرعات همين شوية ماي مدام الماي شوية نشط وقوي. ومثل ما تشوفون هيك القاع منورة والبستان منورة. وطيت هاي همينة طبعا هذا الورد الأحمر. وهسه من صدق حسيت براحة نفسية. آخر شي نشفتها بالشافطة أو إحنا نسميها الشفاطة هي ماسحة. وخلصنا. طبعا يوم ما راح اتريق لان ما ادري شو حسيت شبعانة سويت رياضة اليوم، نشاط وحيوية. فالمهم عبالكم ما اشتغل يعني عناية بالبشرة وهاي الاشياء، لا هاي شغلات لعبتي، بس شنو دوم ما انشر ودوم اشياء الكل يستخدمها. فاليوم جبت اشياء جديدة وتقريبا صار لي اسبوعين يمي، اللي هي ها جوجي. طبعا هي منتجات منين؟ من افروديت اي الفضتها صحيحة واخيرا. طبعا المنتجات مشكلة اللي هي طبعا كلها عناية بالبشرة. هذا قناع ما لكم علاقة بيه لان هذا اخر شيء يدخله. بالبداية نجي بالشيء المهم، الاشياء الغنية اللي فادتني من صدق، لان انا بشرتي بساعة تتعب. ليش؟ لان اطلع بالشمس وما اخلي واقي الشمس، فدائما اتعرض للنمش للبقع الداكنة وهاي الاشياء، ودائما بشرتي ما متوحدة. فجبت لها هذا الكريم اللي هو من الافروديت. كريم غني بالفيتامينات وناس مختصة مشتغلته، يعني مو اي احد. كريم ليلي يستخدم فقط بالليل، وأول أسبوع يومية، وثاني أسبوع يعني بعد الأسابيع 3 مرات بالأسبوع، كلش زايد حتى لا تصير على البشرة ثقيل. طبعا أنصحكم بيه لأن كلش صارت النمش اختفت من وجهي الحمد لله والشكر. أما هذا الغسول أغسل بيه مرتين باليوم، من الصبح تقريبا، من أريد أغسل بشرتي الصبح، وقبل لا أنام أغسل بيه على مود أخلي الخلطة عم تصير البشرة نظيفة. هذا طبعا غسول بالكركم، كلش لطيف على البشرة وينعمها وينظفها حيل. فراقي هذا وكلش كميته زينة وراح تفيدك هواي. أما هذا مقشر النيلة المغربية بزبدة الكاكاو، وبيها ما أعرف هاي الحبيبات يعني كلش تقشر بصورة صحيحة وتخلي البشرة رطبة، يعني مو تخليها خشنة ومحتارة بيها، لا كلش مفيدة، تصلح للجسم وتصلح للبشرة. وهاي طبعا الفوائد مالتها بزبدة الكاكاو تفتح البشرة وتنظف تنظيف عميق جدا. سيروم بالكولاجين غني بالفيتامينات اللي يغذي البشرة. إذا تخلطين خلطة ومقشر تدرين البشرة شلون راح تصفى، تستاهل إنه تخليلها كولاجين طبيعي. وهذا طبعا زيت جوز الهند يصلح علمه للشعر، يتخلى تقريبا فد ساعة ساعتين ويصير الشعر حرير شي أكيد، لأن جوز الهند طبيعي. طبعا بنات مو لازمة إنه لازم تشترين كل البوكس، تقدرين تستفادين من كم منتج تشترينهم حسب إمكانيتك، يعني قابل ماكو شي جبر.
مرات العناية الشغلات بسيطة تجيب نتيجة، ومرات لا والله تروحين لأحسن المراكز ما تلقين أي نتيجة، بس خسائر فلوس وتعب. طبعا شوفوا أسعارها خالتها قبالكم، وأسعارها حيل مناسبة لبنية، ومنتجاتها أصلية ومشتغلة عليهم وتعبانة عليهم. ومو بس هاي صفحتها هسه شوفوا قدامكم هواي تجارب ناس مجربة، يعني حتى المشاهير مشتغلين وياها، يعني مستخدمين المنتجات مالتها. فراح أخلي لكم كل المعلومات، الحساب الانستغرام والفيسبوك ورقم الواتساب السريع للطلب السريع إذا حابين تطلبون من أي منتج عندها، وتجربونه بألف عافية إن شاء الله. أكيد حزرتوا شنو غدانا اليوم. طبعا قبل فترة رحنا حتى أسوي حشوة مال أسناني، فتعدينا على سيارة اللي هي بيكب متروسة بطيخ راي وبطيخ مال الزوير وطرح وخيار ولوبيا، وما شاء الله خير الزبير والبصرة كله ما شاء الله. طبعا هيك وقت احنا عندنا الطماطة الزوير او خيار الزوير او طرح الزوير، اللوبيا، عندنا بطيخ طعمه يجنن حتى الباذنجان مستحيل تلقون مثله، هيك حالي لين مال ديره يصير. فمن هسه اقول لكم يعني احنا احس احسن مكان هي هاي الخضروات موجوده. فشنو جبنا طرح، واليوم قلت اسوي لوبيا ونواشف. الصراحه غدانا عجنت همي مثل ما شفتوني، والطرح مالته يصير ناعم. شوفوها هاي البيكب مليانه والله العظيم. فبس الراي ما اخذينا، هذا بطيخ الطوال احنا نسميه بطيخ راي، اخذنا من ذاك المدور، لان هذا شكينا بيه قلنا خف ماسخ مو خوش شغله، لان هي حظك يا نصيب. بس خذينا البطيخ المدور وشنو طعمه هيك شكر والله. سويت خيار سريع، سويت خيار العفو طرح سريع، وخليت بيه لوبيا. طبعا الطرش السريع اخلي له خل، وبس افور الخل اخلي البهارات والثوم والفلفل والكزبره الناشفه واطفيه، ويصير احلى طرشي بالدنيا صدقوني. هاي اذا مثلا عندكم خطار سريع او شي يجي فجأة، فدائما هذا الطرشي الامثل. اختمر العجين وشكشكنا خبزاتنا، وشي اكيد ما ننسى البزونات، حطيناهن وصلة خبز، خليناهن نتغدن اليوم خبز. والحمد لله والشكر هسه خلصت خبزاتي، وهسه تقريبا صار ظهر لان اذن، قبل الاذان خلصت. وراح نقلي باذنجان، راح نسوي طماطة وياه ولوبيا وطرح وبصل وخضرة وتمر ولبن، وهذا القاسمة الله والف الحمد لله والشكر. شوفوا الطرشي بنات من برد صار يخبل. هذا طبعا هالايام انا ما انقعت الصراحة، اذا عندي خل بالبيت رأسا كبسة ما انتظر اي شيء قبل اسوي احلى طرشي يصير، كلش يكيفون عليه، خاصة عاملين يصير شوي طري شوية نسلقه زيادة يعني. وهذا كان غداني. هسه تقولين عمك هذا وين ياكله؟ الصراحة يعني عمي ما ياكله هذا الاشياء، ما يعتبرونه غدي لان يحبون تمن ورق. كان عندنا ماركة بوبر طبخنا وياها تمن وانطيناها الهم وتغدوا بيه. فقالوا هاي النواشف خليها الشن، احنا ما ناكل هذا الاكل. بس صراحة خالتي نموت على هذا الاكل والله، لان احسه ناشف وحلو ومشبع، وبنفس الوقت ورا ساعتين تجوعون. العصر لازم جوعانين ما اعرف ليش، بس والله من صدق اطيب اكل احس بيه يعني كل العافية. وشوفوا هاي هنا اللفة المعدلة تدي اللوبة هوي يلا اكلي. ما بحرورة والله خفيف. ليش ما تحبينها؟ حلوة هاي. وبعد شي اكيد شي ضروري شو نسوي؟ نغمسها. وعلينا وعليكم بالعافية. وشي اكيد طبعا كان ما عندي خل، فقلت اخاف يذبل ويصير مو حلو، فنقعت الطرح وخليته بالثلاجة، خليته بالمطبخ برا ما عليه شي، لان جو هاليام زين بارد. بس اذا حار ابد ما اخليه برا لان راح يعفن. وصار العصر شي اكيد رحنا سيرنا يم الوالد والوالدة. وهنا طبعا عندنا بزونة مال جوادو، هاي مات ابن اخوي يموت عليه. وما اقولكم جمانة شافتها عبالك ما عندنا بزازين، بس شنو البزازين احنا ما يخلنا نشيلهن لان ما نخليهن يدخلن داخل البيت. هاي صغيرونة وتعودت يعني تعودت داخل البيت، فنشوف شو تسوي بيها. والله خطينا وياي مستسلمة البزونة فتك مرة. ولهنا بنات اخلص فيديونا لهذا اليوم وفلوقنا لهذا اليوم. الحمد لله والشكر والصحة والعافية ودوام النعمة
لهنا نخلص فيديونا، ومع ألف سلامة. انتظروني في فيديو قادم إن شاء الله، وفلوج جديد وروتين جديد وأشياء جديدة. وباي باي. هاي انتو طبعا صاعدين فوق، شو تسوون فوق صاعدين؟ شو تسوون هاي انتو؟ مع ألف سلامة.